حد يصدق ان دي من الجبنه والبيض؟ لو عيالك ما بيحبوش الجبنه والبيض هيعشقوا دي، وكل يوم هيطلبوها منك. شايفين مقرمشه ازاي؟ مقرمشه من بره وطريه من جوه. تحفه جدا. تعمليها بقى سندوتشات، تحطيها كده في اللانش بوكس. تعالوا نشوف هنعملها ازاي. بجيب البوله، بضيف فيها 3 بيضات، عليهم نص معلقه فلفل اسود معلقه صغيره، نص معلقه ملح، ما تزوديش الملح عشان احط جبنه، ونص معلقه بابريكا، وبصلايه صغيره مفرومه ناعم، وفلفل الوان من كل فلفلايه، اخضر اصفر احمر، من كل فلفلايه نص، ومعلقه بيكنج باودر صغيره. ولو ما عندكيش فلفل الوان ممكن تستغني عنه، تعملي اخضر بس اللي عندك يعني اعمليه. وبعدين بضيف الجبنه، وممكن تضيفي جبنه قريش او اي جبنه عيالك يحبوها، وبدخل كل المكونات في بعضها زي ما انتم شايفين. وبعدين بضيف 4 معالق دقيق كبار، 4 معالق. وبعدين بدخلهم برضو، طبعا الخليط لسه طري يعني مش متماسك، بضيف 3 معالق بقسماط، وبقلب لحد ما تتماسك معايا. لو احتاجت بقسماط تاني حطي، لو ما عندكيش بقسماط حطي دقيق، بس البقسماط احسن. وهي اتماسكت معايا بس ملزقه، بدهن ايدي زيت عشان اعرف اشكلها. بعملها مدور عشان الرغيف الكايزر، وبعملها طويله كده عشان خاطر الرغيف العادي. اهو زي ما انتم شايفين. ممكن بقى تعمليها زي ما انت تحبي وتشكليها زي ما انت تحبي، عشان يعني ممكن تحطيها كده في اللانش بوكس من غير سندوتشات يعني. بجيب شويه بقسماط وبقلبها كام تقليبه كده في البقسماط، عشان خاطر ايه تتماسك اكتر وتبقى تدي لون حلو في القلي. وكمان افرزها تبقى حلوه زي ما انتم شايفين كده، ولا عجينه سايله ولا بيض ولا اي حاجه. بتقلبيها تقلبتين، وبعدين بتفرزيها في الوقت ده، بتفرزيها بتحطيها في الطبق، وبين كل طبقه وطبقه بتحطي ايه، كيس. بجرب اهو كام واحده معاكم.